والمؤسسات المدنية والحركات والتنظيمات النسائية والشبابية، وشخصيات معنية بشؤون وحقوق الإنسان وناشطات حقوقية داخل وخارج سوريا، وعضوات المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، كما شاركت نساء من دول مختلفة عبر الزوم يعبرن فيها عن المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان. بدأ أعمال الكونفرنس بإلقاء كلمة ترحيبية وقراءة توجيهات القائد حول المؤامرة الدولية والوضع السياسي الراهن وتداعياته في المنطقة، وعلى أهمية أطروحة مشروع الكونفدرالية الديمقراطية كنموذج الحل والخروج من الأزمات الراهنة. وتناول الكونفرنس 3 محاور رئيسية: المحور الأول عن المؤامرة الدولية وتداعياتها على المنطقة، ومن ثم التطرق إلى الأنشطة الدبلوماسية التي قامت بها المبادرة السورية للحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. والمحور الثاني عن الانتهاكات الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، وخاصة من الجانب القانوني والجانب الصحي. أما المحور الثالث عن فعاليات مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا ضمن سلسلة أعمال حملة الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. وركزت النقاشات والآراء والمقترحات حول ضرورة ترسيخ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في إطار قضية حرية المرأة وتمكينها بالوعي والتنظيم في كافة مجالات الحياة. كما أكد الحضور بأن هذا الكونفرنس سيكون استمرارا للنضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. وبناء على ذلك إننا في مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا، وفي الوقت الذي نعرب فيه عن بالغ شكرنا وتقديرنا لجميع الآراء والنقاشات القيمة التي تم طرحها في هذا الكونفرنس، والتي من خلالها نؤكد على توحيد وتضافر جهودنا في العمل الدؤوب على المستوى المحلي والدولي والإقليمي من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً والوصول إلى بناء المجتمع الديمقراطي المتحرر جنسوياً. وعلى هذا الأساس تم الوصول إلى جملة من التوصيات، والتي تعتبر من أهم النقاط التي تم التأكيد عليها من خلال جلسات الكونفرنس: انتهاج فلسفة القائد عبد الله أوجلان لمواجهة الأنظمة القوموية والدينوية والجنسوية بالتنظيم والتدريب، دعم كافة المبادرات الدولية وخاصة المبادرة السورية للحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، رفع وتيرة النضال وتوسيع مساحة المقاومة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، تكثيف الجهود والمطالبة الجماهيرية بجميع السبل لكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، وإطلاق سراحه على المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وإلزام تركيا القيام بواجباتها القانونية تجاه القائد كمعتقل سياسي، الضغط على المنظمات الدولية للمتابعة والقيام بدورها القانوني والحقوقي في قضية القائد عبد الله أوجلان، مطالبة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT بالكشف عن نتائج زيارتها إلى إمرالي في أيلول عام 2022، السماح لذوي القائد ومحاميه باللقاء به وكسر العزلة المفروضة عليه، العمل على نشر فكر القائد عبد الله أوجلان المبني على أساس أخوة الشعوب والتعايش المشترك، التأكيد على التحاور والتواصل مع مختلف الحركات النسوية في منطقة الشرق الأوسط وتقوية الجبهة النسوية ودعم اللجنة لمبادرة النسوية الشرق أوسطية لحرية جسدية للقائد عبد الله أوجلان، إطلاق حملة هاشتاج في يوم المؤامرة الدولية عن القائد عبد الله أوجلان بتاريخ
2024. العمل على تعميق وترسيخ نظام على أساس مبدأ لا حياة بدون القائد، والسعي لبناء مجتمع أخلاقياً سياسياً إيكولوجياً حر. العمل على نشر وترجمة الأفلام واللقاءات والفيديوهات والمحاضرات الخاصة بالقائد عبد الله أوجلان. العمل على عقد ملتقيات وندوات وورشات عمل فكرية واجتماعية وسياسية وثقافية لنشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا 10/2/2024. داخویانیش برای اجتیب به پیشنهاد کنگره‌سر و کمبونا جنین زنوبیا و در چارچوبه رضا چالاکین خوش با کمپانیا آزادی فیزیکی یاریبر عبدالله اوجلان و بدرشمه به فلسفه جن جیان آزادی امی آزادی فیزیکی یاریبر اوجلان سوگر بکن هاتل درخستن. دده سبات 2024 ده لباجار رقای کنفرانس که برفره هاتل درخستن. و دیده نزدیک 250 کسی جهمو رخصتن، پارتین سیاسی، سازین سیویل، تفگر و رخصتن جن و جوان، کسایتن تکیلدار مافیا مروان و چالکبان مافیا مروان، لهندر و دربه سوری، اندام انسیاتیفا گل آج با آزادی بر عبدالله اوجلان و جنن جوالاتن جدا بریا زومره بجدار بون. و کمپلان ابنتوی آلی دجیری بری گلی کرد عبدالله اوجلان آنین سرزمان. بگوتاره که او خیرهاتنه و گوتنه ریباتی درباره کمپلای نابنتوی و خواندن روشا سیاسی ایرانی و انجام منوی لحرمه و گرینگی دست پیشخستن پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک وکی نمونه چارەسەری و درکتنا جکریزا هی کنفرانس دست پیکر. دو کنفرانس دست مجارن سرکه هاتن نخاندن. مجاره یکمی کمپلای نابنتوی و انجام منوی ین لسر حرمه. پشتراجی خباتن دیپلماتیک انسیاتیفا سوریا آزادی فیزیکیاری بر عبدالله اوجلان. خالا دیومین جی بالبکرین نابدولتی لسر بر عبدالله اوجلان به تایبت دالی حقوقی و تندرستی ده. خالا سیمین جی ده چارچوبه رضا چالاکین پینگاوا آزادی فیزیکیاری بر عبدالله اوجلان و چالاکین کنگره‌سر کمبونا جنین زنوبیا نقاش نهرین پیشنیار درباره پیوستیا خردگرنا فکر و فلسفه بر عبدالله اوجلان در چارچوبه پرسکریکا آزادی جنیده و بهزگرنا وی ده همو قادن جیانه ده و بهشمندی و رخصتن کرنه هاتن نقاش کرن. هر وها بجداروانا تقصد کرد که اف کنفرانس و ببر بردوامیت کوشین آزادی فیزیکی بر عبدالله اوجلان. لگوری بیه که ام لکنگره‌سر و کمبونا جنین زنوبیا سپاسیا خوش با همو نرین و نقاش نیجاین که دوی کنفرانس ده هاتن پیشکش کرن دکن و بری اوان یکیتیب خبات اخواه درباره ریزگرتنا ریبر عبدالله اوجلان فیزیکی تقصد دکن تا ام ببیجن ارمانجا آواکرنا جواکه که دموکراتیک و زاین پاریز اکن. لسر بی اساسی ام گیشتن انجامنامه کو خالن گرین یک و ملسر وان تقصد کرن درخستنا بی کنفرانسی ده. یک جبو لدیجی سیستم نتو پرستی اول پرستی جنسیت پرستی برخستن کرن پرورده کرن لسر فلسفه ریبر عبدالله اوجلان بکرن. دوش بو آزادی فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان دستکی بدن همو چالاکین سوری. سه بلند کرنا پینگاوات کوشینی و برفره کرنا قادا برخودانش بو آزادی فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان. 4 به هر آوای خبات بین زیده کرن جبو اشکره کرنا روشا تندرستی ریبر گلی کرد عبدالله اوجلان. 5 زختین لسر سازی نابنتوی جبو شوپاندن و برولا خواه حقوقی و سیاسی
یاد دوزا ریبر عبدالله اوجلان ده وره کرن. حرف داخواز کمیته لدیجی اشکنجه یا اروپا CPT وره کرن که انجام سردان امرالیا ایلول 2022 اشکره بکه. حیش دستور وره داین که مالبات و پارزرین ریبرتی بوی رهبدیتن پیک بینن و تجرید لسروی ورش کاندن. نه کارش بو بلاف کرنا فکره ریبر عبدالله اوجلان که لسر اساس براتیا گلان جیانا هربش هاتیا آوا کرن. ده تقص کرنا سر دیالوگا به همی تفگرین جنن ین جدا ین که ین لحرم رجلاتا ناوین و خورد کرنا اهنیا جنه دریا آلیکاریا کمیته انسیاتیفا جن رجلاتا ناوین جبو آزادیا فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان. 11 کمپانیا که هاشتا که ده 15 شباتا ده 2024 ده دروشا کمپلیه نامنتوی یا لسر ریبر عبدالله اوجلان وره دست پیکرن. 12 کورکرن و خردکرن سیستم اکی لسر اساس به سروک جیان نابه و جبو آواکرنا جواک که آزاد دموکراتیک اخلاقی سیاسی و اکولوژیک خبر بینم شاندن. 13 چاپکرن ورگراندن و شاندن فیلم جیوین سینویزیون و سمینرین تیکلداری ریبر عبدالله اوجلان ورن و شاندن. دویش بو رواکرن شیروبکرن فکر و فلسفه ریبر عبدالله اوجلان خباتن روشنبیری جواکی سیاسی و چاندی سمینر و کمخبات بین الدارخستن. کنگرستار کمبوناشنین زنوبیا ده ماه 2024 به سروک جیان نابه 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 جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی. كل الشكر لكافة الذين ساهموا في نجاح كونفرانس. نشكر رفيقة ابتسام ورفيقة بنجوين على قراءة البيان الختامي. قبل ما ننهي بفعاليتنا لابد أن نشكر الجنود المجهولين الإعلام ورفاق اللي من المساء وإلى الآن يحافظون على سلامة وأمن المكان، وكل الذين كان لهم دور في نجاح انعقاد كونفرانسنا. مرة ثانية باسمكم واسمنا ندعو رفيقات الهلال الذهبي إلى الساحة، والساحة صارت الكل. في بطاقة ضايعة أمينة الجراح تجي تاخذها. جهاز الترجمة أمينة الجراح.